السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حلقة جديدة من لمسة ولعبة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لأبي وأخي وارحمهم رحمة واسعة وسائر أموات المسلمين، اللهم آمين يا رب العالمين. تشكيل لجنة الحكام. تشكيل لجنة الحكام يعني الحقيقة عصام عبد الفتاح لعبها بتشغيل دماغ. قالك أكبر اتنين هينقضوا التحكيم هاتهم معايا ويسر شرهم. تشكيل لجنة التحكيم: رئيس عصام عبد الفتاح، جاب دراع يمين ودراع شمال بقى معاه دراعين، دراع يمين ودراع شمال. نائب: جمال الغندور، بكل ما له من تاريخ جنائي، والغريبة اللي ما بينهم مشاكل كتيرة وانتقادات كتيرة في السنوات الأخيرة. اللي هو يقبل بالمنصب كان علامة استفهام كبيرة محدش فاهم لها. سمير محمود عثمان اللي كان مرشح يبقى رئيس اللجنة، دلوقتي اللي هو اللغط الأكبر على جمال الغندور بعد ما كان رئيس في السنوات السابقة بقى نائب. ازاي؟ ماشي. وجيه أحمد معاهم عضو، ومحمود عاشور عضو بعد أن اعتزل التحكيم. نيجي هنا بقى لقرارين طلعوهم من اللجنة. قال لك أول حاجة هنعمل أكاديمية لخلق كوادر جديدة للحكام، أكاديمية للحكام. بعد كده لجنة فنية للحكام، لجنة فنية وأكاديمية. واللي هيمسك ملف الفار طبعا محمود عاشور. طيب بالنسبة، ودول على فكرة هيطلعوا يحللوا برضه في البرامج، يعني ما تستغربش لما تلاقي سمير محمود عثمان طالع يحلل أداء تحكيمي في قناة شهيرة، أو وجيه أحمد، أو إن هو عصام عبد الفتاح لم الرؤوس الكبرى بتوع التحكيم اللي بيتكلموا عن التحكيم في مصر. تعالوا معايا وريحوني عشان ما يبقاش في انتقاد. يا كابتن عصام، في ظل عهد حضرتك في اللجنة السابقة، مش السابقة يعني آخر عهد انت كنت ماسك، شفنا دوري الاحتواء، شفنا دوري روح البروتوكول. مش عايزين نشوف فضايح تحكيمية عشان احنا مش هنسكت. نيجي بقى على الأهلي هو قرار. قالك مدرب أحمال لقطاع الناشئين. في الحقيقة هو مش مدرب واحد، هم 4، 3 لفرق الناشئين والبراعم، فيهم واحد 2013 هيمسك فريق براعم 2013، وواحد في 2007، واحد أظن في 2010 2011. الأهلي مجلس الإدارة لما لقى إن لما بيهتم بالبنيان الجسدي والأحمال البدنية، شفنا طبعا أكبر مثال حمزة عبد الكريم كان إيه في الأهلي، وخلال 2-3 لما راح برشلونة تطور إزاي بدني وتطور ككتلة عضلية. الولد تحول جذري وملحوظ طبعا.
فالاهلي قال لك دي حاجه تنقصنا وتنقصنا في قطاع الناشئين، فاشتغل عليها. فيعني كويس ان احنا بنتعلم من اخطائنا وبنحاول نجدد. نيجي برضو الاهلي وقطاع الناشئين. الاهلي يا عم جاب 6 من بيراميدز، وجاب مش عارف 3 من زد، و2 مش عارف من مين، و2 من مين في الاعمار الصغيره. ما هي في اللائحه حضرتك ان لم تكن دون 18 سنه وما تعملكش عقد، ليك حق اللي انت في اي انتقالات تتنقل، انت قاعد حر. ولما النادي اللي كان بيلعب فيه يشتكي، ليك حق انك تديله 400,000 جنيه فقط. فليه انا ما العبش على المبدأ ده لما الاقي لعيب كويس ومش معمول له عقد، سواء بقى بيراميدز، في الزمالك، في اي حد، في اي نادي، لعيب عجبني وانت حضرتك عندك ثغرة اللي انت مش عامل له عقد، انا ايه ذنبي؟ انت مش مأمن اللعيب بتاعك ومش مأمن حقوق ناديك، انا ايه ذنبي؟ فخطوة حلوة بصراحة اللي الأهلي يشتغل عليها، بس يكونوا لاعبين مفيدين، بس أهم حاجة. مصطفى شوبير خرج علينا الصحفي فابريسيو روماني، المتخصص في التعاقدات والانتقالات، قال لك مصطفى شوبير يتعاقد مع وكالة CAA. قال لك دي وكالة إنجليزية بمشاهير العالم كلهم فيها، كارلو أنشيلوتي ومش عارف جوارديولا ومين ومين وزيد وعبيد. فاللي هي متخصصة لتسويق اللاعبين وبيجيب لهم عروض. هل تظن أن مصطفى شوبير يقترب من الرحيل عن الأهلي؟ أنا بقول لك الموسم ده صعب. مصطفى شوبير بعد انتهاء الموسم اللي هيبدأ في 8، اعتبره خارج الأهلي. تداول كتير إن الأهلي هيعمل صفقة تبادلية مع نادي بيراميدز، إن بيراميدز هياخد محمد علي بن رمضان من الأهلي، في خلال إن الأهلي هياخد مهند لاشين. أنا بقول لك كل ده اجتهادات من وكلاء اللاعبين. وكلاء اللاعبين عايزين يطلعوا زي ما يقولوا كده بقى اي سبوبه. قال لك نص الملعب في بيراميدز واقع وعايزين حد اجنبي، فندي الاهلي مهند لاشين عشان الاهلي كان بيفكر فيه من سنين سابقه، وياخدوا محمد علي بن رمضان. انا بقول لك كل دي اجتهادات، والاهلي لم يدخل مع نادي بيراميدز في اي صفقه مباشره، الاهلي مش هيدخل فيها مع بيراميدز. المصري ورضا سليم. رضا سليم كان رغبته الاولى في مصر الاهلي، ولو في المغرب عاوز يروح الجيش الملكي. فالجيش الملكي مش هيتحمل الراتب الكامل بتاع رضا سليم. رضا سليم بياخد 900,000 دولار في الأهلي. يوم ما هيتمعظموا الجيش الملكي هيديله 350,000 دولار، الأهلي كان هيكمل. لا، المصري عرض على الأهلي إن هيدي رضا سليم 1,200,000 دولار مقابل رضا سليم يروح المصري. ايه يا عم، ده رضا سليم هيدفع، المصري هيدفع اكتر من الاهلي. ليه بقى؟ في هنا تركايه، ان باشمهندس كامل ابو علي ليه استثمارات كبرى في المغرب، ورضا سليم من نجوم الشباك في الدوري المغربي، فهيروج لمشروعات كامل ابو علي في المغرب. فهو بيلعبها حته بيزنس. ماشي يا عم، انا اديك 300,000 دولار زياده عن اللي انت بتاخدهم في الاهلي، بس مقابل ده
هكسب من وراك أضعاف 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 مضاعفة. رجل أعمال، ده مبدأ. نيجي بقى والجمال والدلال نختم بيه. بناتنا في بطولة العالم لكرة اليد، بطولة الناشئين، البطولة العالمية للناشئين لكرة اليد، منتخب مصر بيقدم عظمة. بناتنا فعلا بيقدموا عظمة، مش زي اللي بيروحوا بيتغلبوا من زامبيا 6، بياخدوها 6 طيبة، 6 على الأبيض. مع حضرتك علشان ده منتخب اللي بياخد 6 ده أبناء عاملين. ارجع كده للمسميات وانت هتفهم هم دول ولاد مين في الكورة المصرية. ما علينا. منتخب مصر يفوز على فاجي 83-17. 83-17 ده بقى يدخلنا التاريخ. ليه؟ أكبر فوز في تاريخ كرة اليد، أكبر فرق في تاريخ كرة اليد، فرق 66 هدف أو 66 بونت، احسبها زي ما تحسبها. ومصر مش وقفت على كده بس، مصر كسبت كرواتيا الماتش اللي قبليه في الدور الأول، كسبت كرواتيا 29-27. مش بس كده، كسبت فرنسا 29-24. بنات مصر يصنعون الإنجاز. شابوه للاتحاد المصري لكرة اليد اللي بيطور من اللعبة، بيطور ناشئين وبراعم وشباب سواء رجال أم سيدات.